متابعين قناة محمود يشكو، ريتكم تقبشوا قلبي، إن شاء الله تضلوا بخير على طول. قبل ما ندخل للحلقة خلونا ننتقل لمواضيع أخرى بتقول إنه هذا البرنامج مكون من 8 حلقات، نهاية ال8 حلقات حيكون في عنا جوائز مقدمة للمشتركين. الجائزة الأولى هي كاميرا كانون إكسيوز 160 مقدمة من قناة محمود يشكو. أما الجائزة الثانية فهي قاعدة جماهيرية، كيف؟ مثلا إذا أنت كنت فنان وعندك قناة على اليوتيوب، فنحن حناخذ هالقناة تبعك وحناخذ اسمك وحننشر لك إياها على قناة محمود يشكو، كرمال الأشخاص اللي بيعجبوا بالشخصية تبعك يجوا لعندك على القناه ويصيروا يتابعوه. هلا ممكن ينط لي واحد ويقول لي استاذ محمود يشكو يعني كيف نحن بدنا نشارك بالمسابقه؟ هي مو مسابقه شيء، لا لك شو القصه ما فيها انه انت كل ما عليك فعله هو وضع لايك واشتراك في القناه، ومن ثم ان تكتب تعليق او اثنان او ثلاثه في نهايه هذه الحلقه وباقي الحلقات حتى تستطيعوا الدخول الى المنافسه. وهلا خلونا ننتقل لمواضيع اسمى. تامر حسني من مواليد 1977 مو 77 ايه 77 عمره 39 او 40 تحديدا ما بعرف والله. من القاهره عاصمه مصر، ملحن وممثل ومؤلف وكاتب ومخرج، يعني الزلمه مثل الزبديه الصيني. منين ما ضربته بيرن. والد تامر حسني انفصل عن زوجته وقت كان تامر عمره 6 سنين. ليش؟ كيف؟ شلون؟ الله وكيلكم ما بعرف. طبعا عاش هو واخوه الكبير حسام بدون مصدر رزق. بمرحله من المراحل دخل تامر بكليه الاعلام بجامعه 7 اكتوبر قصدي 6 اكتوبر، طبعا بمساعده من والده صديقه دخيل ربه. بنستنتج مما سبق حكمه صغيره بتقول انه لا تكون مثل الحمار والبنت تركبه، خليك مثل النمر. ما بعرف شو بيساوي بس شكله بيرعب يعني. وبمساعده من صديقته سلمى الشماع قدر تامر حسني انه يغني على مسارح ضمت كبار الفنانين. طبعا هذا الشيء في احد المنتجين اعجب بتامر حسني وعمل له حفله كبيره وقصص وسير، وبعد منها انطلق اول البوم لتامر حسني بعنوان تامر وشيرين ب 2002. طبعا حققت مبيعات ضخمه وملايين الدولارات وهالقصص والسير. طبعا نحن ما نابنا شيء يعني ما علينا بالمصاري. اخر جائزه حصل عليها تامر حسني ب 2015 كانت افضل مغني في العالم. ونضيف على هالشيء انه افضل افلامه كان فيلم عمر وسلمى. لما طلع انا كان عمري 10 سنين وشغلات عيب وبوسات وما بوسات والقصص، كانوا اهلي خلوني روح نام، بس انا كمان كنت فيق بالليل وكنت اتفرج عليه كلياته وشفته يعني. وخاصه لما يتقاتل عمر وسلمى مثل الديك والدجاجه. اجي اتكلم معاك تقفش عليا وتقول لي دي عيشه طاحه، وبعد شويه تيجي تصالحني وتقول لي معلش يا بيبي ده الشيطان. والله العظيم يا عمر بعدك ريحه الدم. وفي روايه اخرى بتقول انه تامر حسني امنيته انه يعتزل الغناء وبعد منه يموت. ليش؟ لانه تامر بيعرف انه الغناء حرام وبيعرف انه هذا الشيء كلياته ما بيصير، وهدفه كان انه يوصل لمرحله معينه من الغناء وبعد منه يقطع يوقف خلص يعتزل يعني. بس سحبوا الجريان وصار يلي صار. بنشوف الفيديو مع بعض. مش بتمنى اموت وانا مطرب يعني. مش عايز تموت وانت مطرب؟ زوجة تامر حسني بسمة بوسيلي اللي بتبلغ من العمر 25 سنة وصاحبة أغنية الطفل والطفولة أو الطفلة والطفولة. هاي الأغنية اللي خلت تامر حسني ينعجب بزوجته بسمة بوسيلي ما دفعه إلى الزواج بها. طبعا أهله ما كان في عندهم أي مشكلة. حاليا في عنده طفلتين تحت أسماء تاليا وأماليا. شو أماليا؟ تاليا وأمايا على ما أعتقد. بأحد حفلات تامر حسني في بنت طحشت سياج الأمني ووصلت لعند تامر حسني، بس تامر حسني هرب. ليش؟ أنا الفار بلش يلعب بعبي. فتحنا اليوتيوب وبحبشنا وطلعت النتيجة كالتالي. مرحبا. بالكويت في قانون بيقول انه هذا الشيء ممنوع، انه بنت تحفظ فوق الهذا وتركض لعند الفنان وتمجقه وتبوسه. هذا الشيء ما بيصير بالكويت او بدول اخرى يعني، لانه في حال مسكت هي البنت تامر حسني فهي البنت رح تتعرض لمساءله قانونيه، وغير هيك حيلتغى الحفل والناس حيقولوا لهم يلا الله معكم، بيرجعوا لهم تذاكر وبروحوا على البيت. مشان هيك تامر هرب منا. بنشوف الفيديو مع بعض. أرباح تامر حسني من اليوتيوب تقدر ب 3000 دولار شهرياً. يفضى عينه أكثر مني يعني. أنا 30 ليرة عم بربح بالشهر من اليوتيوب. الأستاذة هلا عمر هي مسؤولة السوشيال ميديا عن تامر حسني، وكل يوم بيتصل فيها الصبح وبيسألها يا هلا شو يا هلا كل يوم بيتصل فيها الصبح وبيسألها كم مرة متت؟ كم وحدة تزوجت؟ يعني طبعا هي عم تحكي له الإشاعات اللي عم تطلع عنه. وأكثر إشاعة ضحكت تامر حسني إنه طلع خبر لوفاته يوم الجمعة. طبعا تامر ضحك كالعادة، بس اللي استغرب أكثر وأكثر وأكثر إنه بعد أسبوعين من يوم الجمعة طلع خبر وفاة تامر حسني مرة ثانية وبيوم الجمعة. طبعا تامر هون صار يضحك إنه معقول في مؤامرة صهيونية ماسونية بدها تموتني يوم الجمعة؟ طبعا تامر حسني مثلي ومثلك ومثله ومثله. تامر حسني حب بنت وأهل البنت رفضوا تامر حسني وقالوا له بعد عن بنتنا، وطبعا بعدوا عن بعض. وهذا الشيء كان جدا قاسي لتامر وتعلم منا كثير هالشغلات. مما يلي نستنتج اخلع حبيبتك سكين، اذا ماتت ماتت، واذا ما ماتت اخلعها سكين ثانيه وان شاء الله بتموت. هلا هي ما دخلها
وهذا مو هلا، وهي ما دخلها هلا. لا ما شاء الله حولي فنان. ولهون بتكون خلصت فقرة ديشكو والمشاهير. خلونا ننتقل لفقرة شنو هذا يا Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. انتو بتعرفوا وانا بعرف انه كلياتنا ما بنعرف، لا كلياتنا بنعرف، الحمار الاسم إله والشهرة لغيره. مما يلي نستنتج الفيديو التالي. Okay? Well, check. Oh my god. Ok? C'est bon? B. Viens partir l'interrupteur. فنان. Ouais. إذا لاحظتوا هون في عنا شخص موهوب جدا، جاب لمبة ودحشها مدري وين ومسك الكهرباء وكبس الزر فاللمبة شعلت. سبحان الله، لا تخرج قبل أن تضع لايك وكومنت وشير. سبحان الله. طبعا الفيديو حاز على 10 مليون مشاهدة مما أثارت القشعريرين في جسمي ودفعني للاشتراك في برنامج Arabs Got Talent. شو اسمك؟ بصراحة أنا اسمي محموديسكو، محموديشكو. شو جاي تقدم لنا اليوم؟ في عندي موهبة سحر بدي أقدم لكم إياها. بصراحة أنا شفتها على الفيسبوك فحبيت إنه آخذها وأقلدها يعني وفرجيكم إياها في برنامج المواهب Arabs Got Talent. سمعني. أوكي تمام. الفكرة هي إنه أنا بدي أشعل لمبة بتمني يعني بدون كهرباء، في كهرباء بس بتمني. معنا هون لمبة كالتالي. تصويت؟ نعم ولا لا؟ أنا لا. أنت ناصر. يعني انا رغم اني انا ضحكت الحقيقه بس هقول لك لا. أنا بدي أقول لك نعم. احمد اثنيناتكم لا؟ احنا قلنا في لا. حدا منكم حابب يسمع؟ صاروا ثلاثة لا. واخيرا وليس اخرا خلينا ننتقل لفقره سين وجيم. طبعا اللي بحب يشارك بفقره سين وجيم ما عليك انه تعمل هاشتاج باسم اسال ديشكو مثل ما مكتوب هون وتكتبه تحت بكومنت وبعد منه تكتب السؤال تبعك. بتحب تسال اسئله شخصيه، اسئله نسائيه، ولادي، محير، بيبي، يعني شو بتحب حط سؤال حطه وانا رح جاوبك عنه. بربي كل ما بشوف صورتك بضحك، مو مسخره بس ما بعرف ليش قلبي بيغرف. صديقتي تخليني اقتلك؟ هيك. الله اكبر، شيلها الله لا يوفقك رعبتني. بنروح للتعليق اللي بعده. شو هو؟ محمود ليش انت بلشت مسيرتك من قفل كاميرا؟ الله يرضاك يا رب. صديقي في روايه بتقول ان محمود ملتزم بعمل غير اليوتيوب، يعني ما عنده وقت انه يصور على طول بالكاميرا ويعمل مونتاج، لانه المونتاج بياكل وقت كبير اذا صورنا، بينما الصوت يعني هيك الاوديو بس على الحل بياكل وقت قصير. وفي روايه اخرى من ذلك بتقول انه محمود في بوشه حب شباب. طبعا هي في شخص ما بعرف شو شكله قالها، وانا على فكره ضحكت كثير، يعني انه هو في بوشه حب رجال، هو زلمه كثير رجال. محمود احكي لنا. ما جبت التعليق. تعالوا محمود احكي لنا عن حياتك شوي. لعيونك صديقتي، انا زلمه بصوم وبصلي وبعبد الله ومو ناقص غير اتحجب شوي تانية. طبعا عمري بالفن 3 سنين ونص ونمرة رجلي 43 ونص. تعالوا محمود انت سوري؟ لا بصراحه انا كوري بس جذوري سوريه، يعني هيك كانت تقول لي ستي الله يرحمها. محمود اذا قلت لك تتزوجني بتقبل؟ شوف ضاعوا باقي. لا. تعالوا محمود شو رأيك بالوضع السياسي؟ خلي يكون جوابك سطحي. الله يشلك يا رب. شريك انا ما بحب الاساطيح على فكرة، بس انا رأيي بالوضع السياسي انه لازم يكون في تعالوا ايه محمود شو نوع الكاميرا اللي بتستخدمها؟ شريك احنا بنستخدم كاميرا كانون 70D. الشريك اعطيني اياها ورجي اياها. لا عم بمزح معك رجع، اللي مصور فورا صدقوا بده يعطيني اياها هي الكاميرا.
وهيك بتكون خلصت فقرة سين وجيم. قريت 7 أسئلة، وإذا بتحبوا إنه أقرأ 10 أسئلة وصلوا هي الحلقة ل 1500 لايك. كيف؟ ليش؟ شلون؟ ما بعرف، بس يعني انا مشانكم. انا اللايك ما بتطعمي خبز ولا بتجيب لي مصاري ولا بتعمل، بس انا مشانكم يعني كنوع من التبادل اللايكاتي العاطفي قصدي. وموضوع الحلقه الجايه انتم رح تختاروا. في عنا فنانين، الفنان الاول اللي هو ناصف زيتون، وفي عنا الفنان الثاني اللي هو كاظم الساهر. يعني في عنا هدول الفنانين، انتم حتصوتوا على مين بتحبوا نحكي، نعطيكم معلومات اكثر. اذا بتحبوا نحكي عن ناصف زيتون، كل ما عليكم فعله انه تحطوا بهاشتاج ناصف زيتون. اذا بدكم كاظم الساهر كمان بتعملوا هاشتاج كاظم الساهر. نحن حنشوف النسبه الاعلى ورح نحكي عنها. طبعا رح نحط بعض التعليقات اللي علقوا هالقصص والسير. ما تنسوا تكتبوا لي كومنت برايك بهي الحلقه، يعني ما تروحوا فورا تكتبوا لي كومنتات مشان تربحوا كاميرا وكذا، لا اعطيني رايك. يعني اكتب تعليقين 3، التعليق ما بضر، ما في. شكرا كثير لمتابعتكم، دخيل ربكم. كان معكم محمود مخللاتي من قناه محمود يشكو، والسلامات. خلصنا على الاساس.